يا بابا، يا ماما، أنا عارف إنكم ساعات تبصوا عليا وتقولوا الواد ساكت ليه؟ مش طبيعي أبداً، مالك؟ بس محدش بيقرب ويسألني بهدوء انت حاسس بإيه؟ ولا بيحضني ويقولي اتكلم براحتك. أنا ساكت بس مش فاضي. أنا ساكت علشان جوايا كلام كتير مش لاقيله طريق. ساكت علشان كل مرة حاولت أتكلم حد قالي مش وقته أو أنت بتقول أي كلام. ساكت علشان لما قلت إني زعلان ضحكتوا، ولما قلت إني خايف قلتوا عيب الراجل ما يخافش. أنا ساكت علشان حاسس إن صوتي مش مسموع، وإن اللي بقوله مش مهم، وإن لما أتكلم هتسيبوا الموبايل دقيقة وترجعوا له بعدها كأني ما قلتش حاجة. أنا ساكت علشان كل اللي جوايا محتاج حضن، مش تحقيق ولا حكم ولا مقارنة ولا تجاهل. ساكت بس كل حاجة بتتحوش جوايا، كل لحظة، كل وجع، كل خيبة أمل، كل إحساس بعدم الفهم. أنا مش غريب، أنا ابنكم، بس جوايا خريطة مش مفهومة ومحتاج حد يمشي فيها بهدوء وبحب ومن غير استعجال. ساكت مش علشان راضي ولا علشان مرتاح، بس علشان تعبت من إنه صوتي ما يوصلش، ولما يوصل ما يتحبش. أنا ساكت بس جوايا دوشة، صوت بيسألني هما ليه مش بيسمعوك؟ وإجابة كل مرة يمكن علشان أنا مش مهم كفاية. أنا محتاجة أتكلم بس لما أحس إن في أمان، أمان مش في الكلام نفسه بس في اللي بيسمعني. أنا طفل بس قلبي مش صغير، قلبي واسع بس بدأ يقفل أبوابه واحد ورا التاني من كتر الخذلان. يا بابا، يا ماما، أنا مش هفضل ساكت على طول، بس محتاج تساعدوني أتكلم، محتاج تخلقولي مساحة أكون فيها على طبيعتي، من غير ضغط، من غير خوف، ومن غير ما تتريقوا على أي كلمة تخرج مني. أنا مش لغز، أنا بس حد نفسه يتحب وهو بيتكلم، مش يتحاكم وهو بيحاول يشرح. أنا مش غريب، أنا ساكت بس علشان مش لاقي مكان للكلام. في الحلقة الجاية هنتكلم عن الأسئلة اللي بنتسألها وتوجع، زي أنت ليه كده؟ مش ناوي تطلع راجل؟ إمتى هتبقى زي فلان؟ واللي بتفضل في عقلنا مهما كبرنا.